وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في يوم جديد من أيام طباخة مصرية. صباحكم معطر بذكر الله والصلاة والسلام على خير خلق الله. صباحكم خير وبركة ورضا ونور من الرحمن. النهاردة إن شاء الله معنا شوية أفكار وشوية وصفات حلوة جدا، وكمان إزاي نفضل محافظين على بيتنا نضيف من غير تعب ولا مجهود بإذن الله. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف يومنا النهاردة مش ازاي. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. بالبخاخة اللي أنا متعودة معاكم عليها، البخاخة اللي أنا شغالة بيها على طول، اللي هي خليط اللهلوبة بتاعنا، ما بستغناش عنها خالص. البخاخة ديت ببتدي ألمع كل حاجة عندي، سيراميك بقى، رخام، الحاجات اللي أنا حطاها دي زي ما انتوا شايفين كده. بالبخاخة بتاعتنا بشيل كل حاجة وبلمع، علشان لو في أي تراب ولا حاجة، ولو في أي دهون ولا حاجة برضو بتطلع بمنتهى السهولة بالبخاخة بتاعتي دي من غير تعب ولا مجهود خالص. يا دوبك بس كده أرش بالبخاخة وابتدي أمسح وابتدي ألمع. فابتديت بقى الحاجات المفارش دي أصلا أنا كانت عندي وموجودة عندي من زمان، كانوا مغسولين بقى ونضاف وكده، فأنا طلعتهم وقلت بقى إيه أفرشهم. يعني أنا كنت فرشهم في أماكن تانية، فقلت لا يعني الدواخل ديت أفرش فيها حاجات تانية وخلي ديت اظبط بيها كده الشكل المطبخ من قدام. فانا قلت لا، يعني بما ان الحاجات دي موجوده عندي فانا احطها كده، كمان تحافظ على الارفف بتاعتي دي نظيفه، وكمان تدي شكل جميل. فانا ابتديت بقى انضف والمع كل حاجه، كل حاجه عندي نظيفه، بس التراب يعني موجود في بيوتنا كلنا. فايدك بقى كده بفوطه نظيفه والبخاخه دي، والله لو حطيتي ميه بخل بس وايدك في الحاجه على طول هتنضفي الحاجه وهتبقى دايما بتلمع كده. فانا عشان الشباك عندي جنب الارفف دي على طول، وطبعا الصيف داخل بقى والحر وكده، فهنبتدي نفتح الشباك فالتراب هيبقى كتير جدا. فانا كل حين وحين كده ببتدي انضف الحاجات دي. بصوا بقى مش تنظيف عميق، يعني انا علشان على طول بشيل كده وبنضف. لو كل يوم رف يعني المطبخ بتاعك علشان تفضلي محافظة عليه، انتي طبعا منظفة الدواخل ومنظفة كل حاجة، وكنا عاملين فيديوهات تنظيفات برضو مع بعض كده اللي هي قبل رمضان، كل دواخل المطبخ كانت نظيفة. ازاي بقى اقدر احافظ على الدواخل دي تفضل نظيفة زي ما هي، وفي نفس الوقت ما تعبش في تنظيفها؟ ازاي اعمل ايه؟ هقولك يا حبيبتي. انا دلوقتي بفتح ضرفة الخزين بتاعتي كل اسبوع او كل شهر على حسب بقى ميزانيتك انتي بتجيبي الخزين امتى. ببتدي ارتب بقى ضرفة الخزين دي قبل ما اجيب الخزين بيوم او 2. اولا اشوف الحاجة اللي ناقصة عندي، ايه اللي ناقصني علشان اقدر اجيبه، وفي نفس الوقت علشان ما اجيبش حاجات اصلا هي موجودة عندي وتبتدي تفسد، وكمان علشان انضف ضرفة الخزين وانظمها. طيب انت دلوقتي بتقولي انا عايزة احافظ على ضرفة الخزين بتاعتي من غير اي كركبة. هقولك لو طلعتي برطمان علشان تستخدميه اي حاجة موجودة، يعني مثلا لو طلعتي الشعرية من الضرفة علشان تعملي رز بالشعرية او اي وصفة، طلعت البرطمان، خدت الشعرية اللي انا عايزاها، امسكي البرطمان لمعيه بالفوطة النظيفة ورجعيه تاني مكانه. بالطريقة دي هتفضلي محافظة على نظافة بيتك ونظافة مطبخك. احنا دلوقتي بنتكلم على المطبخ، هنتكلم على الشقة بس ما نتكلم على المطبخ الاول. الرخام، يعني الرخام باستمرار كلنا بننظف الرخام. انا جبت مثلا مناديل مطبخ زي دي كده، دلوقتي المناديل بتاعتي خلصت، قبل ما احط فيها المناديل ببتدي امسحها والمعها برضو بفوطه نظيفه وابتدي احط فيها المناديل. الزيت نفس الكلام، قبل ما احط في الزياته بتاعتي املاها بالزيت لازم اكون منضفاها وملمعاها كويس جدا، وفي نفس الوقت لما اجي استخدمها لازم ايدي تكون ناشفه. حطي فوطه جنبك في المطبخ بحيث ان لو غسلتي ايدك او ايدك مبلوله او فيها اي حاجه
تبتدي تنشفي ايدك قبل ما تمسكي مثلا برطمان البهارات، ازازة الزيت، اي حاجة في المطبخ. قبل ما تشيلي الحاجات دي علشان تستخدميها تكون ايدك ناشفة. يبقى دلوقتي احنا عندنا فوطة للمطبخ علشان امسح بيها ايدي، سواء ايدي مبلولة او ايدي فيها اي حاجة، وبرضو الفوطة دي تغسليها باستمرار وتنضفيها. وكمان عندي برضو فوطة تانية نظيفة هي اللي انا هبتدي ألمع بيها اي حاجة بستخدمها. الفوطة بقى اللي هي بتستخدميها كل يوم اغسليها. يعني لو عندك مش ما عندكيش فوط كتير وهم فوطتين بس، بعد ما تشطبي المطبخ بالليل اغسليهم وخرجيهم نشريهم، الصبح هتلاقيهم ناشفين وزي الفل. فالطريقة دي هتحافظ على نظافة مطبخك باستمرار، او الدواخل بقى او الخوارج. انا دلوقتي بشيل الشعرية من مكانها او بشيل الرز من مكانه، بنضف تحتيه قبل ما احطه تاني. خدي بالك وفريزي حاجتك علشان الموضوع يبقى سهل عليكي. كمان البوتاجاز يعني لازم يبقى ايدك فيه يوميا علشان ما تشيليش العيون وتغسلي الحوامل كده. اعملي الطريقة البسيطة بتاعتي دي. برضو البخاخة بتاعتي ببتدي ارش على البوتاجاز كله، وامسك برضو الفوطة النظيفة المع بيها الحوامل يوميا. مش هتحتاجي بقى الحوامل تمسكيها تصبنيها الا بقى تنظيف شهري. يعني لو حابة كده تشيلي كل الحاجات دي وعلشان برضو تتأكدي من نظافتها قوي، تمسكيها بقى على الحوض كده وتدعكيها، يبقى كل شهر مرة او كل اسبوع مرة على حسب برضو استخدامك للبوتاجاز بتاعك. لكن يوميا لو استخدمتي كده بالبخاخة بتاعتنا وابتديتي بصي بقى، بصي كله كده البوتاجاز كله تبتدي، احنا طبعا رشين عليه، ببتدي بقى المعه بالفوطة يوميا. مش هيحتاج اي تنظيف عميق خالص وهيفضل معاكي نظيف باستمرار. بصوا كمان الفرن، يعني حتى لو انا ما استخدمتش الفرن، طالما مسكت البوتاجاز بنضفه من بره ومن جوه، وامسك كمان المفاتيح. وخدي بالك لازم تكون ايدك نظيفه وانتي بتولعي البوتاجاز. احنا متفقين جنبينا فوطه نظيفه، الفوطه النظيفه دي همسح فيها ايدي قبل ما اولع البوتاجاز او اعمل اي حاجه خالص. هنا بقى كده قلت اعمل لهم كب كيك مالح كده. الكب كيك ده تحفة جدا، سهل وبسيط وسريع، مش هياخد معاكي وقت ولا مجهود. هي بيضة واحدة بس، هنرش عليها رشة صغيرة من الملح، وهنضيف لها كمان معلقة كبيرة من السكر. وقلبي بقى البيض والسكر لحد ما يختلطوا مع بعض. ولمي بقى بواقي التلاجة. عندك كوباية من اللبن الرايب، كوباية من شرش بتاع الجبنة القريش. انا حاطة هنا نص كوباية من اللبن ونص كوباية من اللبن الرايب. تقدري تخليها كلها لبن رايب، تقدري تخليها كلها زبادي، تقدري تخليها كلها حليب، تقدري تخليها الشرش بتاع الجبنة القريش، يعني اختياري. وتقدري تضيفي كمان نص كوباية مية لو حابة بس تضيفي كوباية زبادي ونص كوباية مية. بعد كده نزلت عليها بنص كوباية من الزيت، وابتديت بقى ألم بواقي التلاجة. عندك شوية زيتون، شوية ميكس جبن، شوية بقدونس. البقدونس ده أنا كنت حطاه في الفريزر وطلعته وحطيته عليها على طول. أي حاجة، شوية لانشون، شوية أي بسطرمة، أي حاجة تقدري تضيفيها في الوصفة بتاعتنا دي. لمي بقى بواقي التلاجة وهيطلع لك كب كيك تحفة جدا. ضفت له كمان كوبايتين من الدقيق ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر. قلبت الخليط بتاعنا وحسيت انه تقيل شويه. بصوا على حسب نوعيه الدقيق معاكي، احتاجت تضيفي ربع كوبايه كمان من الميه او الحليب ضيفي. حسيت ان قوامه مظبوط يبقى ما تضيفيش حاجه. انا حسيت انه قوامه تقيل شويه وهوريكم القوام المظبوط دلوقتي. ضفت له اقل من ربع كوبايه من الميه بالتدريج كده، معلقتين ميه بمعلقتين ميه لحد ما تحصلي على النتيجه المظبوطه. بصوا ده القوام المظبوط اللي انا عايزاه. شايفين اتقل من الكيك حاجه بسيطه، لان كمان فيه خضار وكده. تقدري كمان تضيفي فلفل الوان، تقدري تضيفي اي حاجه في الكب كيك بتاعك، كوسه مبشوره، اي حاجه الولاد مش بياكلوها تقدري تدخليها في الوصفه دي. ابتديت بقى بعد كده احطه في قوالب الكب كيك بتاعتي عشان يبقى شكله جميل كده، الولاد يقدروا ياخدوهم معاهم النادي، يبقى سناكس بين الوجبات، اللانش بوكس بتاع المدرسه، الامتحانات داخله علينا لو خدوا معاهم وهم رايحين الامتحان. تحفه جدا. انا مولعه الفرن على درجه حراره 180، وبعد كده انا مولعاه من قبل ما اشتغل في خليط الكيك، زيه زي الكيك الحلو بالظبط، مفيش فرق ما بينهم خالص. هدخله الفرن هيقعد معايا من 10 دقايق لربع ساعه. وبما اني هشغل الفرن ونضفت ووقفت كتير في المطبخ، فانا قلت ايه، هعمل اكله سهله وسريعه كده ومتاخدش معايا وقت ولا مجهود. جبت كده شويه من البصل الاحمر وابتديت اقطعه زي ما انتم شايفين كده. انا عايزه اقطع البصل بتاعي شرايح رفيعه، وفي نفس الوقت
المبشرة دي هتسهل عليكي كتير جدا، او الشباسة بتاعت الشيبسي، يعني اي حاجة. هتقطع معاكي البصل ده شرايح رفيعة من غير تعب ولا مجهود خالص، وهيبقوا كلهم مظبوطين بشكل واحد وسمك واحد. يعني لو انت حابة بقى تعملي البصل دوت للكشري، حابة تعمليه لوصفة زي ديت، اي وصفة محتاجة بصل شرايح رفيعة ويكون كلهم بشكل واحد، اعملي الطريقة دي علشان ما يبقاش واحدة تخينة شوية وواحدة رفيعة شوية. فانا عايزة كلهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، شايفين شرايح رفيعة. بعد كده هبتدي بقى احطهم في القالب البايركس بتاعي اللي انا هدخله الفرن، وهتبلهم بملح وفلفل وسماق. يعني معلقة كبيرة من الملح، معلقة كبيرة من الفلفل الاسود، معلقة كبيرة من السماق، مش هحتاج بهارات اكتر من كده. وهبتدي بقى امسك البصل بتاعي وهدعكه كويس جدا بايديا، يعني مش هكتفه بتقليبه بس كده بالمعلقة، لا همسكه اعصره كويس جدا، وهوريكم شكله دلوقتي. علشان انا عايزة البصل ينزل المية اللي فيه ويديني كده ايه، يختلط الفلفل الاسود والسماق مع البصل بتاعنا، وفي نفس الوقت علشان لما اضيف الفراخ بتاعتي يدينا الطعم الحلو. طيب انا ما عنديش فراخ ومش عايزه اعمل الوصفه دي بالفراخ، هقولك هتعمليها ازاي من غير فراخ وهتطلع برضو خطيره جدا. جبت الفراخ بتاعتي، هي دي كانت فرخه صغيره كده حوالي 1.5 كيلو، قطعتها قطع صغيره بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وقلت هدخلها في الطاجن بتاعي كده واعمل اكله سريعه. وبرضو هتبل الفراخ بتاعتي بالملح والفلفل والسماق، وهدعكهم برضو كلهم مع بعض. حابة تعملي الخطوة دي وتسيبيها شوية في التتبيلة علشان الفراخ تتشرب كده من البهارات، مفيش مشكلة. حابة تضيفيها كده زي ما انا عملتها برضو وتسيبيهم شوية البصل يدخل معاهم برضو كده ويدوا تطعيمة حلوة، برضو مفيش مشكلة. مية البصل هتنزل كده على الفراخ بتاعتي مع الفلفل الاسود والسماق والملح. بصوا بهارات بسيطة جدا بس بتدي تطعيمة حلوة جدا للوصفة دي، اتمنى ان انتوا تجربوها. طيب لو انت ما عندكيش فراخ تقدري تضيفي اي خضار على الوصفة دي. انا كده هضيف لهم شوية كوسة، تقدري انت تستبدلي الفراخ مثلا بالاجنحة بتاعت الفراخ، ممكن كمان تعملي اجنحة فراخ لو حابة، وممكن كمان تعمليها من غير لحوم خالص، البصل مع الخضار بتاعي، شوية اي خضار موجود عندك. انا هضيف لهم كوسة، تقدري تضيفي بقى بسلة جزر، تقدري تضيفي اي حاجة تحبيها، ومن غير لحوم خالص، وبرضو تدخليها الفرن وبتطلع خطيرة جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها لانها فعلا تستحق التجربة. لو وصلنا لحد هنا في الفيديو ما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو، وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، وتكتبوا كومنت حلو منكم علشان اقدر اتشجع واعمل لكم وصفات حلوة جدا باذن الله. اتمنى اني اكون قدرت افيدكم بمعلومة حتى ولو بسيطة. يلا بينا نذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وسلم تسليما كثيرا. بما اني مشغله الفرن لازم اعمل الاكل بتاعي كله يدخل الفرن عشان اسهل على نفسي كده. انا طلعت الكب كيك من الفرن، اتمنى ان انتوا تجربوه، حلو جدا وهيعجبكم. ودخلت الطاجن بتاعي برضو في الفرن، وده كان اكلنا النهاردة، شوية مخلل، شوية جرجير، شوية عيش. اللهم اطعم كل جائع على وجه الارض يا رب العالمين. وبكده يومنا النهاردة يكون خلص، ووصفاتنا وافكارنا لسه ما خلصتش، لسه مستمرين باذن الله في تقديم المزيد. واشوفكم ان شاء الله في يوم جديد من ايام طباخة مصرية، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.